في ليلة لم تكن كغيرها، لم تكن مجرد مباراة كرة القدم، بل كانت ملحمة إغريقية كتب فصولها على أرضية أعرق الملاعب العالمية سانتياغو بيرنابيو. أثبت ريال مدريد مرة أخرى أن دوري أبطال أوروبا ليس مجرد بطولة عادية يشارك فيها، بل هو مملكته الخاصة التي يحكمها بقوانين لا تخضع للمنطق البشري أبدا. عندما واجه ريال مدريد مانشستر سيتي، لم يكن يواجه مجرد فريق عادي كغيره من الفرق، بل كان يواجه منظومة متكاملة جدا من التكتيك والكمال الكروي. لكن العادة يمتلك الملكي روحا لا تشتري بالأموال ولا تدرس في أكاديميات التدريب العالمية. فبمجرد أن سكنت الكرة الشباك للمرة الثالثة، تحول الملعب إلى قاعة احتفال وليس ملعب كرة القدم. لم تكن مجرد 3 أهداف، كانت 3 طعنات في قلب المستحيل. في تلك اللحظة شعر كل مشجع مدريدي بأن التاريخ يتوقف احتراما وتقديرا، وأن جدران البرنابيو تهتز لتعلن: هنا مدريد، هنا حيث تموت كل التوقعات. شهدنا اللاعبين يركضون وكأنهم يحملون أحلام ملايين العشاق على أكتافهم وظهورهم. لم تكن ركضات تكتيكية فقط، بل كانت مدفوعة بشيء اسمه جينات الملكي، جينات الفوز التي تجعل اللاعب يرفض الاستسلام حتى في أصعب الظروف. الفوز على السيتي بثلاثية هو رسالة للعالم الكروي أجمع بأن العرش لا زال محجوزا لصاحبه الأصلي ريال مدريد. مانشستر سيتي بكل هدوئه وسيطرته المعتادة وجد نفسه غارقا في بحر من الجنون الأبيض. كانت الأهداف الثلاثة كسيمفونية بدأت بهدوء وانتهت بانفجار موسيقي هز أركان القارة العجوز بأكملها. إنها الليلة التي تذكرنا لماذا نعشق هذه اللعبة وهذا الفريق، لأنها الوحيدة التي تسمح للمدريدي بأن يثق في المعجزات التي يصعب أن نثق فيها. ريال مدريد لا يلعب النهائيات بل يفوز بها، هذه هي الجملة الشهيرة، وفي الطريق إليها يلقن الجميع دروسا في الكبرياء. لقد كان فوزا بطعم الانتقام الجميل وبنكهة المجد القديم والمتجدد بين الميرينغي والسيتي. ستبقى هذه الثلاثية محفورة في ذاكرة كل من شاهدها، لأنها أكدت أن شعار ريال مدريد يزن أكثر من أي خطة تكتيكية في العالم. لا يمكنني كتابة هذه الكلمات دون ذكر المحرك الذي لا يهدأ والقلب النبض الذي يضخ الدماء في عروق مدريد. إنه العشق. فالفيردي لم يكن مجرد لاعب في الليلة، بل كان تجسيدا للروح المدريدية المقاتلة المحاربة. فالفيردي الرئة التي لا تتنفس إلا عشقا للميرينكي. إذا كان للوفاء والقوة عنوان، فهو فالفيردي الفتى الذي يركض وكأن خلفه وطنا يدافع عنه، وليس مجرد نتيجة مباراة كرة القدم. في كل هدف يسجله يركض بعدها نحو الجماهير وهو يضرب على الشعار النادي بحدة وقوة، وكأنه يقول: هذا القميص لا يهزم هنا. شاهدناه يدافع، يهاجم ويستخلص الكرات. فالفيردي هو اللاعب الذي يجعل المستحيل ممكنا، لأنه يلعب بقلبه قبل قدمه. فالفيردي ليس مجرد لاعب وسط، هو الروح التي ترفض الاستسلام والصرخة التي توقظ البرنابيو عندما يحل الصمت. أي بوجود فالفيردي لم يكن الفوز بثلاثة أهداف مجرد تفوق فني فقط، بل كان انتصارا للجرينتا المدريدية. لقد أثبت أن مدريد ليس مجرد فريق نجوم، بل هو فريق مقاتلون وقت الشدة.